السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي باسهل طريقه وانجح طريقه ان شاء الله، بمنتهى السهوله في البيت. مش هنشتري الزبادي تاني من بره. ويا ريت حبايبي اللي اول مره يدخلوا القناه خدوا لكم جوله في القناه، ان شاء الله القناه تعجبكم وفيها فيديوهات مفيده جدا جدا. اضغطوا بقى اشتراك ولايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. الفيديو بتاع النهارده حلو جدا جدا واقتصادي وموفر. اي حاجه بتتعمل في البيت بتكون موفره يا جماعه واقتصاديه. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. اول حاجة جبت كيلو من اللبن، ده لبن جاموسي عادي خالص. حطيت عليه بقى معلقة كبيرة من السكر هيغلي. طبعا انا كنت واقفة جنبه عشان ما يفرش ويبهدلك الدنيا. تقفي جنبه كده، اول ما تلاقيه هيغلي تقعدي تقلبي فيه كده دقيقتين 3 كويس جدا، علشان احنا عايزين اللبن بتاعنا يكون كده كثيف واي بخار ميه فيه يتبخر وهو بيغلي. تمام، يبقى بعد ما يغلي تهدي النار وتقلبيه كده لمدة 3-4 دقايق على نار هادية. بعد كده سيبته لما درجة حرارته وصلت للنص. النص قد ايه؟ لو عندك ترمومتر يبقى 50 درجة، ما عندكيش ترمومتر هقولك على درجة الحرارة المناسبة. بعد كده جبت كوباية من الزبادي المعلب، اي ماركة انتي بتفضليها، وجبت كده 3 معالق من اللبن وهدوب فيهم العلبة دي. تمام، العلبة دي 75 جرام يا بنات. طيب انا عايزة اعرف درجة حرارة اللبن المناسبة. اول حاجة هتحطي صباعك بحيث انه صباعك يلمس اللبن، وهتعدي من 1 بالراحة لحد 8. لو لقيتي اللبن لسعك يبقى درجة حرارة اللبن لسه سخنة وما ينفعش ان انتي تستخدمي الزبادي عليه، تسيبيه لما يهدى. كل ما درجة حرارة اللبن تكون هادية كل ما يكون النتيجة احسن من انك انت تحطي الزبادي وهو سخن. يعني لان انت لو حطيتي الزبادي وهو سخن ممكن يقطع معاكي والنتيجة مش هتكون مرضية بالنسبة لك. لكن لما تسيبيه يهدى ودرجة حرارته تكون دافية هيديكي النتيجة اللي احنا عايزينها. تمام، هنا بقى جبت الكوبايات بتاعتي وبدأت كده ان انا اصب. قبل ما نصب الكوبايات يا بنات عايزه اقول لكم ان انا جبت مصفى، وبعد ما دوبت الزبادي والسكر كويس جدا في اللبن صفيت اللبن بتاعي بالمصفى دي. بعد كده جبت الكوبايات بقى، واهم حاجه تكون الكوبايات ناشفه او البولات او اي حاجه هتستخدميها تكون ناشفه كويس جدا. وتصبي اللبن بتاعك وسخنت ميه بقى، المية تكون سخنة بس ما بتغليش يا جماعة. تمام، وحطيتها في الصينية كده زي ما انتوا شايفين من الجنب كده بالراحة، وتخلي بالك عشان ما يجيش اي مية في اللبن اللي احنا حطيناه. ونغطي كده الزبادي بتاعنا بفوطين تقال بحيث ان الفوط يعني تدفي مع المية السخنة اللبن. وهنحطه كده على الرخامة او في فرن البوتاجاز، المهم ما يتهزاش، ونسيبه 12 ساعة. تمام، ده بعد 12 ساعة يا جماعة شايفين بقى الزبادي قوامه حلو جدا جدا كريمي. ما شاء الله، يعني الله اكبر، حلو جدا. شايفين ما شاء الله متماسك، هيعجبك جدا جدا، هيعجب اولادك، اقتصادي وموفر. مش عايزه اقول لكم بقى يعني كيلو اللبن شايفين من كيلو لكيلو وربع. يعني كوبايه الزبادي 75 جرام دي من كيلو لكيلو وربع لبن هتطلع معاكي النتيجه ممتازه. شايفين القوام بتاع الزبادي متماسك ازاي في الكوبايات؟ اضغطوا لايك بقى وما تنسوش الاشتراك.